اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من الدكان. ديل الكلب عمره ما يتعدل ولو علقوا فيه قالب. مثل دايما بيتقال لما يكون حد بيعمل حاجه غلط ويوعد اكتر من مره ان هو يتغير لكنه ما بيتغيرش. وقبل ما نبتدي، شايك في ايدك يا استاذ، نسكافيك معاك يا هانم، ويلا نعرف ايه هي اصل الحكايه. حكايه مثلنا النهارده كانت بين ملك ووزيره. لما الملك سامح راجل كانت كل الناس بتشتكي منه انه بيسرق وبيضرب وبيشتم وبيعمل كل حاجة غلط ممكن تتخيلها. الملك حب يدي فرصة للراجل ان هو ممكن يتغير ويبقى حد كويس، لكن الوزير قال له ان الراجل ده ما يستحقش ان الملك يسامحه ولازم ياخد عقاب شديد جدا عشان يبقى عبرة لغيره ومحدش يعمل زيه. لكن الملك صمم على رأيه وشاف ان الراجل ممكن يتصلح ويبقى راجل كويس. الملك والوزير اتفقوا على ان هم هيدوا للراجل فرصة 5 سنين، وفي نفس الوقت هيعلقوا قالب من الحديد في ديل كلب برضه لنفس المدة. بعد ال5 سنين ما عدوا، الملك أمر إن الراجل والكلب يجوا قدامه، وبعد ما شالوا القالب الحديد من ديل الكلب، الديل بان إن هو بقى مستقيم لمدة صغيرة جدا ورجع اتعوج تاني. وفي نفس الوقت بدأت الناس تتجمع قدام القصر عايزة تدخل للملك عشان يشتكوا للملك من الراجل وعمايله، وإن هو كان بيعمل نفس اللي كان بيعمله مع الناس ويمكن أكتر كمان. وفي كل مرة كان بيهرب منهم قبل ما يعرفوا يمسكوه، ولما عرفوا ان الملك جابه جم عشان يشتكوا منه. ساعتها الوزير ابتسم للملك وقال له ديل الكلب عمره ما يتعدل ولو علقوا فيه قالب. والدليل اللي انت شفته حصل قدامك في المجلس ده. قام الملك امر بحبس الراجل عشان ياخد جزاءه ويبقى عبرة لغيره ومحدش يعمل زيه تاني. ومن ساعتها والمثل ده بيتقال لما حد يعمل حاجة غلط ويوعد ان هو هيتغير وما يتغيرش. سلام.